طيب يا شباب، فلوج جديد. وبصراحه انا عندي كده خبر حلو وخبر وحش. شيستي وجعني. هل ده مؤشر لاصابه نفس الاصابه ولا ده اجهاد عادي؟ عامه لو اتصبت عند ربنا بكل البريسات اللي انا قاعد العبها دي عادي. ايه الحاجه اللي لو رجع بيك الزمن استحاله تكررها؟ دلوقتي يا جدعان ايه التصرف الصحيح لو واحده بتتبلى عليك؟ ايه حيوان يا متحرش انت اللي بتعمله ده ومش عارف ايه وبتاع؟ ده بتحرش بيها وراح مصوراك. يا نهار اسود. لا ما الناس هتصدقها ازاي لو انت اساسا يعني ما قربتش منها؟ زي الراجل اللي هو فضل قاعد بص لها كده. يعني نبقى قاعدين مثلا فلاقيه واحده معديه فراح رامي لها كلمه. ده لو كنت انا معتبره صاحبي هو انا بالنسبه لي صاحبك خلاص. في دماغي انا كده هو الكلب والله وحصلت قريب فاهم خلاص. صحيح. برضه في حاجه بشوفها بحسها بتقل من الراجل قوي لما تكون واحده ماشيه يقعد بقى يلوح رقبته عشان يقعد ما دي نفس الفكره، لا التحرش يا اخواتي. كابتن شادي وعدني ان انا عيني هتدمع من الاداء. ما فكرتش بالجواز يا كوتش عشان نرد على السؤال بقى. انا كده كنت بكلمكم في الجواز يعني عامه. هل كابتن شادي ما فكرش في الجواز؟ لا اكيد فكر يعني ان شاء الله. يمكن قريب كده نفرحكم ولا يمكن مهما قعدت احاول افصل حياتي الشخصيه عن الفلوجات انتوا غصب عنكم بتخلوني كده ايه اقعد ادردش في حاجات مش المفروض ان احنا ندردش فيها. وقبل اي حاجه بجد بفكركم ان حاليا في اوفر في الكوتشنج، نصيحه اخويه الحقوا. بس الخبر الوحش هو ان انا نسيت اشحن الكاميرا وانا جاي، فالكاميرا دلوقتي 50%، فاحتمال ان الفلوج يكون قصير او مش احتمال، هو بنسبه كبيره هيكون قصير ودي غلطه مني يا شباب. الخبر الحلو ان انا النهارده هتشوفوا اكتر تمرينه في حياتي مركز فيها. انا خلاص فعلا كل مدى كل ما الوقت قاعد بيعدي كل ما انا بقيت اركز في التمرين اكتر، كل ما انا فعلا بركز في كل عده، بركز في كل مجموعه، بركز في كل حاجه. اكلي نفس الكلام، يومي نفس الكلام، الحمد لله طبعا يعني ربنا يبعد عننا الاصابات، كل حاجه ماشيه ايه كويس. ولكن النهارده جاي تمرين في مود يا جدعان هتقطعوا عينيكم والله. المهم احنا وبرده النهارده هتشوفوا التمرينه كامله، وانا كان بقالي يجي 6 7 فلوجات بقول لكم التمرينه دي مش كامله التمرينه دي مش كامله، فالنهارده هتشوفوا تمرينتي كامله. ومعانا جي بي الغلابه كابتن ادم وبس، معناش حد تاني. جدعان دلوقتي هتشوفوا اكبر شيست في المنطقه دي اللي هو طب روح يلا مستر ادم. وبرده ادم النهارده يمتعكم يا جماعه. واحد كاتب كومنت على الفلوج اللي فات، ادم ده حاجه حلوه يعني. استنى ادم بياكل كام بني ادم في اليوم؟ لا حاجه حلوه على شخصك يعني. واحد بيقول هو كابتن حسيني ده اللي كان عامل كورس على ينفع، اتخيل على ينفع صح؟ كابتن حسين يا جماعه عامل كورس بروجرام ديزاين. انا قلت تغذيه لا طلع بروجرام ديزاين على ينفع. مش تعرفوا ان راجل كوتش يعني ما تصغروناش. واحد كاتب ادم فيه قبول يعني رهيب، بسم الله ما شاء الله. اخواتي يا جدعان والله بحبكم فشخ. وانا قلت لهم بصراحه عندك حق، وهو هيبدا كمان فلوجات وكونتنت. في فلوج هينزل، الفلوج بتاعي هينزل يوم ايه، وانا هحطه في الديسكربشن، هحطه هنا اول كومنت خلي الناس تتفرج عليه. هو جاي معايا دلوقتي الفلوج كامل. النهارده يوم ايه؟ النهارده يوم الاربعاء. نزلوا جمعه او سبت؟ نزلوا جمعه حلو ماشي. الفلوج ده هينزل يوم السبت. هتلاقيني يا جماعه حاطط في اول كومنت الفلوج بتاع ادم عشان اقسم بالله ايه؟ انت قلت السبت، انا بقول لك جمعه. الفلوج بتاعك هينزل الجمعه، فلوج انا هينزل السبت ده. ايوه يعني فلوجين ورا بعض، فهكون حطيت الفلوج بتاعه الناس تتفرج عليه. ويا جماعه بعد اذنكم الراجل ده هيكمل ويكلي فلوجز كده وهيمتعنا. النهارده تمرينه انا وادم تعتبر نفس التمرينه مع اختلاف تمرين او اتنين، وبس مش نفس المجاميع طبعا يعني. الناس بتقول لي كابتن حسيني طالع قليل ليه في فلوج بوشكا؟ فبسال الاديتور، بسال يوسف، بقول له على موضوع حسيني، قال لي انا اللي قصه. كلهم بيضطهدون. ماشي قال لي بيتكلم كتير قوي. قلت له بصراحه عندك حق، خلاص هنطرده تاني. كله يجي لي على قناتي مش هنزل برضه. انت جاي معاك 3 ايام اعمل لك انفولو، الناس عارفه. لا يا عم انا على الانستجرام بنزل لما نشوف يا جدعان. انا صورت اول فيديو النهارده دي 1 في رمضان، هنزل فيديوهين في اليوم، خلي بالك. خلوا بقى انتظروني. سيب جامد. وحش ايزي جاز ده بيتقال ليه كل مره؟ ايوه انا بحس كده برضه. بقول لك ايه، عشان الكلام ده ما ينفعش تطلعه في فلوج. بص ده مستواه امبارح. ايه ده ما شاء الله يا اسطى، انت زدت والله ما شاء الله. زدت؟ جامد، عملت شغل جامد يعني. جامد يا جدعان. ما حدش هيشوف الكلام ده لسه. انا حاسس ان فينا حلمتين ديك على حاجه. لا بس انا في الشيست بقى هو ده المفاجاه للناس. لا بجد الصوره دي بقى في ناشف. فرده محمله مش ناشف، بس بالنسبه للبالكينج طبعا بالنسبه للبالكينج لسه حاسين شهر 5. والله العظيم يا ابني بتلاقي مش هنزل صور. انا بحب بصراحه انزل صور على السوشيال ميديا. ما فكك بقى من الكلام اللي خلاني ابوظ التشالنج ده. بعمل ايه بقى؟ انا بنزل صور قديمه مثلا، وكل مثلا يطور اروح منزل صوره قديمه فاهم. والناس قاعده تقول لك ايه التطور ده؟ ولسه وده قديم لسه. ايوه فاهم. امبارح ببعت لحسين الصوره اصلا صورتها وانا بكلمه كده، صورت في المرايه وبعت له، لقيته بيقول لي ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ بس ده حاجه اجمد روح جامد. اطلع اجمد على طول يا ادم، على طول يا ادم. كم جامد هو ده جامد. بليز
كمان 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 لسه بدري. خفيفه والله فيها سيبه احسن، سيبه احسن. جام كمان لسه فوق فوق فوق. اجمد اجمد. بس خلاص يا ادم بس. حلوه قوي. ايه اللي احنا شفناه ده؟ يا ابني بتقول ايه؟ هلعب لو انكلاين. ما انا بلعب على طول لو انكلاين، ايه اللي اشمعنى؟ هلعب انكلاين ليه؟ هو انتوا ليه بتلعبوا له لو انكلاين؟ عايزين تعملوا ايه؟ صدر عالي؟ يلا مستر ادم يلا بينا. زق حسين يخش تعمل ايه؟ دلوقتي. مش قادر اجيب ال 50 بصراحه. انت مش هتسخن؟ ما بسخن بال 50. ايوه هتخش بيها على طول. هي فين؟ اهي خطوه اهي. انت عارف الفتره الجايه الناس تلعب ايه؟ هيلعبوا النيوترال بريس بالدمبل. ده هيبقى ده التمرين الجديد ده القادم. عشان شولدر فليكشن اعلى. ريفرسد عادي. ما انت الغي ريستك. ايه اللي حصل؟ عملت شولدر فليكشن اعلى بس يعني فاهم؟ صباح الورد يعني عادي. على بتاع اسمه ايه ده؟ تي ان اف. يا عم انا متنازل عن الفليكشن ده. ما انت ممكن تعمله اصلا من غير ما تلف ريستك عادي. وعلى فكره الموضوع ده مش جديد يعني. انا كنت شفت مش عارف شحات مبروك ولا مين فاهم؟ شفته انا قلت لك. طب انا عايز اسال سؤال يا جدعان، حاسين ان كف ايدي عضل شويه ولا لا؟ ايوه بجد. انا عايز يبقى زي ادم كده. حاسس ان انا كمان ده عشان بطلنا نلبس شداد. الناس بنهزر والله يا جدعان. بسام اللي بيلعب 4 مجاميع يا بتاع الاولد سكول. في واحد بقى طلع ماسكك اللي هو حلم حياته ان انت ترد، ده عارفه؟ مش عارف اسمه. انت عارف حلم حياته مش مجرد ان هو بيعمل امال هو زهق من كتر ما هو بيعمل فيديوهات وانت بتردش. ايوه قال لك طب ما احنا قلنا من الاول. دخل بعد كده يتقسم على كل الفيديوهات يمكن ارد بقى عشان يقول له المره دي خلاص يا عم ولا يهمك. اسف على اي حاجه بقى سامحني وبتاع. يلا يا ادم. ادم خلص دور انا. هتخش انت بسام. خليني اجرب واحده كده لون. سخن ب 50 بقى زي بسام هيلعب 60. انا هلعب ب 60 70. شفت انا قلت 60 على طول. ها التمرين اللي صوب ريستي هو ده بجد. هو تمرين للمتعه اكتر بصراحه يعني. انا يحسسك ان انت في احساس بحبه كده في التمرين ده ما بعرفش الاقيه في الماشينز خالص. الوقت قوي قوي ده. اه محدش قالك. جميل ما شاء الله. هو صراحه الجزار بس انت صورت معاه. يوسف ياسين ده ممكن اشوفه. ايوه فيها 60 خطر جداً. 60 مصاب يعني. مش عارف هيعرف يصور ولا لا. 60 شيست وجعني. هل ده مؤشر لاصابه نفس الاصابه ولا ده اجهاد عادي؟ عامة لو اتصبت ده عند ربنا بكل البريسات اللي انا قاعد العبها دي عادي يعني. فكرة ان اخر فترة دي اصلا الناس كلها قاعده تقول لي شيستك كبر. اللي مش شفني الحقيقة حتى وانا لابس فاهم؟ هرجع اتصاب واوريه من وهو صغير. انت نفسك امبارح لما بعت لك الصورة قلت لي ايه ده؟ فردة. هي المشكلة ان انا شيست عمره ما كان صغير. هي الاصابة بنت بدي اللي ايه؟ صغرت لي شيست خليته نونو. انا بحس بقى ان احنا هنفضل عايشين طول حياتنا في اندلس لوب كده. انت مثلا بتطور عضله ضعيفه تطور كتفك يتطور فتحس ان انت مثلا شيستك بقى صغير فتطور شيستك، فتحس ان اللاتس بقت مش مديها عرض فتطور اللاتس، فتحس ان بطنك بقى انت محتاج تهتم بيها. اهتم ببطني ارجع عيد تاني من الاول يلا على كتفي كده. امتى هوصل لحته اقول الله انا كده راضي عن نفسي؟ تقريبا دي مش هتحصل فاهم. ما تجيب ال50 كده والنبي يا حسين خليهم قدام الدك بما ان انت مش هتلعب دلوقتي. سيب بتطلعني ليه؟ تمام مش لازم بكره ممكن اصور نوفر مجهود لعبنا. عادي يعني تشوفه كده يا اسطى 5000 دولار مين هو؟ جون جولد ولا حاجه؟ عيني يعني اشوفه كده وارد عليا لو تمام بكره تمام مش تمام خلينا السبت برضه الصبح لا الدمبل كان قاعد بيقع من ايدي اليمين. بس احنا نبص للجانب الحلو من شهر في عز وجع الاصابه يعني طلعت 40. بعدين بقى لي فلوجين بطلع 50 كل مره بتبقى اسهل. لو شيستي ما عملهاش معايا تمرينتين هطلع على 60. بقول لك يا بسام ممكن اسالك سؤال من الاسئله؟ السؤال حلو بحس الاسئله دي بتاعتك. ايه الحاجه اللي لو رجع بيك الزمن استحاله تكررها وينفع تتقال يعني؟ عارف انا واحد بصراحه يعني انا عن نفسي انا مفيش حاجه غلط ما عملتهاش في حياتي يعني. ما انا عشان كده حاجه ينفع تتقال. حاجه مش هكررها. طب ليه علاقه بالجيم؟ بص هو ما حددش يعني. بس انت لو في حاجه يعني انا مش عارف اقول ممكن اقول جوه الجيم. مش عايش دور الضحيه يمكن ده اللي قلب حياتي 100 و900 ان انت فوقت لنفسك قلت خلاص ما انا اللي هو انا اصل ايه انت كنت
كنت انا بحاول اقنع نفسي اني لعيب في اي حاجه غير، يعني فاهم ايه الاخبار؟ يعني الدنيا كلها هي السبب في الظروف اللي انا فيها مع ايوه عشان كده بقول لك الاسئله دي بحب اسالها لك انت. لا هي دي مش عايز دي دور أكتر الضحية، حاجة. فاهم؟ اصل انت يعني انت لو انت عايش دور الضحيه وانت في احسن بلد في الدنيا ومعاك احسن رئيس والدوله بتاكلك في بقك، انت برضه هتبقى جرز يعني، مش هتبقى حاجه، فاهم؟ ايوه مش هيبقى ليك لازمه برضه. بس فهي دي يعني. طب وفي الجيم؟ وفي الجيم ما افتكرش ان انا عملت جرائم في الجيم بس حاجه يعني مش هتكررها غير بقى ال 5 في 12 و4 في 12 حاجه مش هكررها في الجيم. ايه كل حياتك صح؟ لا هو بينا ايه ازبل حاجه منهم. والله مش حاسس على ان كده في هم مصيبه. كتير. مش حاسس ان في مصيبه يعني. انا الحاجه الوحيده اللي لو رجع بيا الزمن في الجيم مش هعملها هو ان كان في كابتن بيلعبني شيست 3 ايام ورا بعض، يوم فلات يوم عالي ومجاميع بقى اللي هو يعني بموت فاهم، يوم فلات يوم عالي يوم تفتيح، فعشان كده الشيست ساعتها يعني عايزينه يكبر وكده. دي بس حاجه انا مش فاكر حاجه ممكن ما اعملهاش تاني في الجيم. دي حاجه عمري ما اعملها تاني. قعدت 3 شهور بلعب 3 في 10 عادي بنفس الوزن. طلع العضله عادي قعدت قد ايه؟ نفس الوزن. نفس الوزن. ازاي دراعي يبان اعرض؟ دراعك لو كبير هيبان عريض. التمرين اللي انت بتلعبه في الصوره ممكن اعتمد عليه بدل ممكن تعتمد عليه بدل التي بار. اقسم بالله انت مشجعني قوي على الجيم، نفسي اتمرن معاك حبيبي يا حمزه، واتمنى ان انت تفضل مكسر الدنيا وتحب انك تنزل الجيم، وحبيب قلبي والله. حل الشوفان غلط؟ لا الشوفان مش غلط. ما بتردش؟ لا برد، بس في اسئله كتير فبحاول انقي منها. هل لو اتمرن هل لو اتمرنت 6 ايام في الاسبوع ده هيفرق فعلا في الجهاز العصبي في الاستشفاء عن 5 ايام، ولا انا مرتاح مع 6 ايام وحسب الفوليوم؟ لا عادي. ممكن تلعب 6 ايام على فكره لو انت مظبط الفوليوم على كده وتتطور. ممكن تلعب على فكره اسبوع كامل اقسم بالله العظيم. ممكن تلعب 7 ايام متواصل وتريح يوم وتعيد تاني. بس هي الفكره كلها ان كل ما الايام هتزيد من غير ريست بيريودز كل ما الفوليوم هيكون اقل في اليوم يعني. ف في كلاينتس بتجي لي يقول لي يا كابتن عايز العب ابر لور، ولكن او عايز العب مثلا سبليت بلاش ابر لور دي، بس 6 ايام في الاسبوع عادي بظبطها له. في بقى اللي بيظبطه 6 ايام في الاسبوع باي سبليت هو عايزها، في اللي بيظبط له 6 ايام في الاسبوع ابر لور، ولكن ساعتها ما تقارنش انتنستي اليوم بحد بيريح كل يومين او حجم التدريبي بحد بيريح كل يومين، حد بياخد ابر لور ريست ابر لور ريست، فبتختلف يعني. ولكن هل بشكل عام اي حد بيلعب 6 ايام ده غلط؟ لا طبعا عادي. 6 ايام تقدر تطلع بيها عضل عادي، ولو دي حاجه نفسيه هتريحك عادي. هتخش ولا ايه؟ هو اكل البيت صحي؟ اقدر اكله وانزل عادي. ايوه يا عم عادي اقسم بالله. انا قعدت فتره كبيره اقسم بالله باكل من اكل امي عادي وعملت عضل على فكره. حاسس ان انا تم التحرش بيا في المسج دي. نتمرن ايه الكتف الخلفي؟ اي تمرين هيريحك عادي. ممكن تثبت على تمرين واحد هو تقعد تكرره. انا مثلا الكيبل بيوجع لي كتفي. صحيح سيبك من الاسئله بقى وقول لنا ايه رايك في موضوع الاتوبيس ماشي. سمعت حاجه عن القصه دي؟ سمعت كله. ده سؤال مهم عامه. الناس صعبه. هو بس عشان هو ما كانش لابس مايك فعيد السؤال بتاعه تاني. كان بيقول لي ايه رايك في موضوع بس هيقعد يقول لك بتوع الجيم بيقولوا رايهم في كل حاجه ومش عارف ايه وبتاع. يا عم احنا مش عاملين عضلات بنتكلم براحتنا على موضوع والله العظيم انا وجهه نظري. طب انا عندي سؤال اهم قبل ما اقول وجهه نظري. دلوقتي يا جدعان ايه التصرف الصحيح لو واحده بتبلى عليك؟ هو زي ما الواد عمل. ما هو برضه طلعوه مسرح. خد بالك انا اتعرضت للموقف ده قبل كده وانا ما عملش اي حاجه. لا بس هو انا كان الموضوع بس يعني بعد الفلوج. والله العظيم كنت اصلا فاهم يعني مظلوم جدا. بص هو كده اصلا ما ينفعش تضرب بنت لاي سبب من الاسباب، بس لو هي هتحطني في الموقف هتحطك في الموقف ده ورجاله من بص بقى هيبقوا رجاله على حظك ياكلوك علقه. هديها درمان على دماغك. تخيل بس سامي اطلع وفي كام واحد فحل مثلا في الميني باص فاهم فيقوموا. انت كده هتغلط نفسك اكتر. ماشي بس خلاص بقى ما هو غلط. ما هي بتبقى يعني معلش توقف في امان الله. بس هي مجرد قالت لك ايه يا حيوان يا متحرش انت اللي بتعمله ده ومش عارف ايه وبتاع، ده بتحرش بيا وراح مصوراك. يا نهار اسود. خليها تصور هتعمل ايوه انت بقى هتعمل ايه؟ تفضل عامل زي راجل كينج كده تحط ايدك وتبص لها. والله كده هتعمل. انا المتحرش رجاله. سيبها تعمل اللي هي عايزاه. هيعملوا ايه؟ هيفرغوا الكاميرات. هيعملوا ايه؟ هيجيبوا يا عم كاميرات ايه اللي نص الاتوبيسات ما فيهاش كاميرات؟ طب انت تتبلى عليك يبقى الموضوع منتهي. يا باشا الناس بتتعاطف. خد بالك ده لمصلحتك. بس انت لو سكت ومسكت العقل وسبتها تعمل اللي هي عايزاه. امسك بس امسك. انت دلوقتي مسكت العقل وسبتها تعمل اللي هي عايزاه كله وشهرت بيك وفضحتك وجرستك، هتروح تعمل ايه؟ هتروح مكلم محامي وعامل قضيه تشهير وتطلب تعويض ب 5 مليون جنيه وانت كسبت دنيا واخره، فاهم؟ يعني أيوة. انت ما غلطتش ده في حاله ان وخدت تعويض. تخيل بقى هي جرستك والناس صدقتها والناس صدقتها وعايزين يجيبوا حقها. هي جرستك في الاتوبيس والناس صدقتها وعايزين يجيبوا حقها. لا ما الناس هتصدقها ازاي لو انت اساسا يعني ما قربتش منها مثلا؟ زي الراجل اللي هو فضل قاعد بص لها كده. يعني هو ما عملهاش حاجه فاهم وما قربش منها. بس على فكره انا ما فيش اي حاجه من الحاجات دي مؤكد يعني. ما احنا ما نعرفش. ما فيش حاجه مؤكده ولا في. بس انا برضو بعتب على الراجل في حاجه بصراحه يا اخواتي. الراجل كينج وكل حاجه بس هو اصلا ما كانش يعبرها ايه شغل انت لابسه ايه ومش لابسه ايه ومش ردوده بتبين ان هو متحرش. الموضوع ساس شويه بقى يعني انت لو انت ما اتحرشتش بيها حالا فانت كان في يوم من الايام هتتحرش بيها. طالما انت عندك مبرر يعني فاهم. ايوه
انا شايف ان مفيش مبرر للتحرش عامه. انا كده. انا بصراحه انا عن نفسي انا عندي 24 سنه، عمري ما بصيت لواحده في عينها تقريبا وهي ماشيه في الشارع ولا في حته ثانيه. أيوة، أنا دي ما حقيقة. ما ببصش على واحده بجد يعني فاهم. لو واحده ماشيه ملط في الشارع، انا حصل لي موقف ده، واحده مجنونه ماشيه في الشارع ملط ما بصيتش عليها. ابص عليها اصل انت هتبص بصيت ماشي، يا ها. عمي، مش بصيت، رميت كلمه، لمست ها يعني فاهم. انت حتى يعني حتى المغزى حسيت بإيه يعني؟ المغزى اللي القصه الحميميه دي بتوصل لها للاخر، برضه انت مش هتوصل لها تحت اي ظرف كده يعني فاهم. انت تحت كده. اي ظرف مش هتوصل لها. فانت بتعمل ايه بجد؟ وبعدين يعني ايه، انا بشوفها بمنظور تاني يعني ايه، يا رب بس الكوينز ما يعترضوش على الحته دي ويكنسلوني يعني. بس ايه دخلها يمين شويه، هاتها كده يمين سنة. يعني، يا رب ايه ما ثانية تكنسلش. بس بس يعني انا عندي وجهه نظر تانية، بس يا رب ايه ما نتكنسلش من قول. الكوينز يعني. بس بصراحه يعني بصراحه يعني انت لو بني ادم ليك قيمه يعني، بس هي مين دي يعني اللي هرمي لها كلمه فاهم. انت اصلا ترمي كلمه ليه حتى لو ايه؟ يا عم هي لو اجمد واحده يعني فاهم، ما انا كده فاهم. انت كانك بتقدم نفسك قربان، انت شايفها اعلى منك بكتير لدرجه ان انت وهي ماشيه متفاهم جدا ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده، تعالي نعمل. انت يعني انت مش معدي ليفل الرخص بصراحه يا جدعان. يعني فاهم. انت مش انت مش متاح مثلا لحد تعرفه، لا ده واحد ما تعرفوش ماشي في الشارع. انا ما بحبش، حتى شفتها في ناس كتير والله، يمكن يكونوا بيقعدوا معانا يعني، بس هو عادي محدش يعرف من الفلوج يعني، نبقى قاعدين مثلا فلاقيه واحده معديه فراح رامي لها كلمه. ده لو لا. كنت انا معتبره صاحبي، هو انا ما بالنسبه بقاش لي صاحبك خلاص. في دماغي انا كده هو الكلب والله، وحصلت كلب. قريب فاهم. خلاص حقيقي. انا متفاهم اللي انت حقيقي. بتقوله. ايوه المهم نرجع، ايه رايي بقى في القصه دي عشان ما اصل هو يعني بعيدا ان التصرف يعني. غلط، وعليكم السلام، بعيدا عن التصرف غلط، انت شايف نفسك قليل وعديم القيمه لدرجه ان انت فاهم واحده معديه بتعرض نفسك عليها كده اللي هو ايه يلا فاهم. طب بما ان احنا سيبنا موضوع الجيم وقاعدين بنتكلم في حاجات اهم، برضه في حاجه بشوفها بحسها بتقل من الراجل قوي، لما تكون واحده ماشيه يقعد بقى يلوح رقبته عشان يقعد ما دي نفس الفكره، انت اديتها قيمه كبيره لدرجه قوي. ان هي بص وصاحبه يقعد يعمل له كده، فتلاقي الرجاله كلها يعني هي ممكن تطلع واحده مخها زنخ فاهم مثلا. والله، او دمها تقيل او ملهاش لازمه في الدنيا، او واحده انت ما تعرفهاش، انت اديتها قيمه كبيره فاهم. انت عملتها صنم وانت ما تعرفهاش اصلا يا لا ابني. وانت كراجل رخيص أوي خليك إزاي كده؟ تلف وتبص وايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ وهو خلاص ادى انطباع ان هو قليل يعني. البت دي انت اللي فاهم، لو عملت اي حاجه خلاص انت كده كده الا فاهم. انت ملغي بالنسبه لها. انت ملغي. كان الحل الوحيد ليه هو ان هو ما يعتبرش ان هي بتتكلم اصلا. هو خد بالك، بعد ما فيش بني آدم. اللي بيعمل كده ماشي بمبدا اللي هو يخطف ويجري بقى فاهم. انا هاخد اي طب انا في حاجه بقى، حاجه بجد مش بفهمها يعني، ايه بيحسوا لما يروح مثلا ما دي الفكره، ما انا بقول لك يعني بتكلم الهدف بجد. من تسيب الهدف من العلاقه اللي هو يعني انت ايه اللي حصل لك أيوة. بمجرد بس ان انت عملت كده ومشيت؟ انا عايز اعرف. اقسم بالله الكلام بجد، ده عيب في حقك بقى على فكره. يعني انت فاهم، انت لو فكرت بمنظور استثماري فاهم ROI وبتاع يعني انت بذلت اديته ايه اللي انت خدته؟ لا ده انت يعني انت بذلت مجهود وريسك كبير، ويعني واذيت البنت نفسيا وعملت لها تروما، وخدت ريسك كبير قوي ان الشارع كله يتلم عليك وتتحبس ومستقبلك يضيع ويطلبوا منك قصاد ايه بقى؟ واهلك هي رشوا. طب في احسن الاحوال انت عملت ايه برضه؟ الناس دلوقتي هتجيب كلامنا يقول لك ده معناه ان انت لما تعمل كده يبقى الموضوع يستاهل. الناس بتحب تقص الكلام اقسم بالله. يا اما انت مثلا فاهم انت ممكن تبقى سريع قوي يعني، مثلا دي كارثه ثانيه اللي هو بمجرد ما انت عملت كده فانت خلاص ما انا بقول تبقى كارثه. انا بقول لك دي عيبه في حقك اقسم بالله. بس شكرا خلاص كده، انا مش عايز. دي مصيبه برضه يعني. اظن فل كده يا رجاله. يعني دي ممكن البنت اساسا تصعب عليها يا عم ماشي مقبوله منك. يا عم لو على قد ال10 ثواني دول. يعني طبعاً يا اللي جدعان احنا تفهموه يا بنهزر جماعه يا من ابني. المقطع ده ان متحرشين رسميا. متحرشين فعلا ده بجد والله. بيب بيب بقى هو بيحط دولفين. بقى والظبط مفيش حاجه. طب انت ايه رايك في اللي بيدي؟ مش هقول لك بيبرر. طب انا حاسس احنا ادم معطلينه عن بص. التمرين، تعالى بس هنا كده عشان ادم انت يخش. شايف ان مش هقول لك مبرر لان التبرير ده غلط. مفيش مبرر اصلا كده كده. شايف ان في سبب ممكن يكون في مسبب؟ ان هو مريض. لا انت شايف ان البنت أنا ليها فاهم علاقه باي السؤال. سببيه؟ لا صح؟ لا ماشي. وانت؟ لا هو مريض. طب الحمد لله طلعنا كلنا اسويه يعني. لا لا. يعني ولا تبرير ولا يا عم تسبيب معلش يعني. هي لو يا عم اللي في ناس بتقول لك ايه، انا والله انا مش ببرر له، هو ملوش مبرر، بس شوف ولكن لبسها. لو ركزنا ممكن نلاقي سبب بسبب لبسها او اي حاجه فاهم. ده ده تعرف ان هو برضه دولفين. رخيص فاهم يعني. لا هو مريض نفسي كده. بس هو ده بيقعد يلاوع اللي هو ايه، والله انا مش ببرر، خد بالك انا ما عنديش اي مبرر، بس ده سبب. بس ده سبب. يعني هي تقدر تمنع نفسها ان هي يحصل لها كل ده بسبب ايه؟ ان لبسها يبقى كويس. طب بما ما هي لو لابسه كويس
برضه يا عم اقسم بالله العظيم بيبقى في ناس ماشيه منتقبه لابسه يا باشا نقاب وبيتحرشوا بيها. طب هو ايه اللي شده بقى؟ لا يقول لك تحت العبايه دي حكايه. طب انت عرفت ازاي؟ هو حاسس يا عم، ولو مش لابس يقول لك بص يا عم قلعلنا. المهم واحد بقى بمناسبه الكلام ده، واحد بعت لي النهارده بيقول لي لو بعد حب وعشره 7 سنين واتخطبت لغيري باجبار من اهلها اتخطى ازاي يا كوتش؟ هيتخطى يعني ايه؟ يتخطى ازاي؟ هيتخطى زي ما اي حد بيتخطى. ايوه هنعمل ايه بقى؟ او ما يتخطى يعني حتى لو ما تخطاهاش يكمل حياته، بس ده المهم يعني، فاهم؟ ايوه اصل ماشي. الموضوع في مش ناس حياتها سهل، خد بتقف. بالك. لا تقف يبقى انت فاهم، يبقى انت كده مالكش حياه. لكن ان انت تزعل عليها وبتاع وتفتكرها ده منطقي يعني، ده منطقي يعني، فاهم؟ مش الموضوع مش سهل خالص. الاوردر بتاعك معاك في العربيه؟ هخش بس مجموعه واجيبه لك. اوردر ايه؟ ايفولف. خدت بالك بقى. انت طلبته عليك؟ قلت له احنا قاعدين في الجيم. وانا اقول يا ايفولف انت ما بعتليش ليه؟ ايفولف جالي. انا مش في بيتي في الجيم. يا باشا قاعدين، قال لي هو ايفولف طعمه حلو، قلت له احسن طعم هتدوقه. قال لي ايه احسن طعم؟ قلت له بالنسبه لي صوبيا، وفي تمر ده برده من احلى الاطعمه الموجوده. قال لي اطلب لي تمر، قلت له على ضمانتي، تروح اعمل اوردر في وقتها. يا باشا انا معايا فوق، بعد التمرين عايزك تدوق وتقول لي ايه رايك، اقسم بالله. كده عاوز اجرب بري ورك اوت، جبت لك الريد واين. ليه ما ريد بول؟ ما هو ده وعجبه قوي، فقال لي هات لي زيه. انا حر. طب يلا عشان عايز اخش المجموعه. ايفولف بتقدر الناس المجتهده في التمرين. لا التحرش يا اخواتي. المهم يا جدعان دلوقتي بس ناس تقول لك الدكه اهم، ناس تقول لك زاويه كوعك اهم، فانا من وجهه نظري ان احنا نهتم بالاثنين، نرفع الدكه ونضم كوعنا وشكرا. لك والله العظيم انت لو فهمت واحده منهم ما تفهمش ايه. طب انا ممكن اقول حاجه؟ موضوع الشولدر فليكشن ده طالع بقاله قد ايه؟ يعني يا عم قول 2 3 4 10 سنين. طب ما قبلها الناس ما كانتش تعرف، عندهم ابر شيست قد كده، صح ولا انا غلطان؟ يا عم هو نمط حركه واحد. انت فاهم اللي انا بتكلم فيه؟ في ناس بتعمل ده من غير ما تفهم هي بتعمل ايه. المهم يا ترفع الدكه يا تعدل كوعك يا تعمل الاثنين سوا. انا مثلا دلوقتي اعملها لو انكلاين، وبرده منطقيا انا شايف الناس ممكن تلعب نيوترال بريس عادي، مش مهم الدمبل كده ولا الدمبل كده، المهم ان انت كوعك مضموم وبتطلع في اتجاه بقك. عارف انت الناس اللي هي بتوتمايز كل حاجه. انا هعمل دي عشان اخد ال 101%. عادي ما عنديش مشاكل لو يعني يا عم خد ال 100% الاول. ما تقدرش تلومه، منطقي. منطقي. ماشي بس انت مش كل حاجه بايظه معاك. دلوقتي يقولوا حسيني بيشجع الناس انهم يتمرنوا بتمرين زباله واداء زباله. تتمرن بس انا عايزك تتمرن الاول. طيب انا عامه عايز نرجع النيوترال بريس بالدمبل، او ما نرجعوش، هو ما ابتداش اصلا، ان احنا نبدا الناس كلها تلعب بالدمبل كده. يا عم والله زمان كنا بنعمل كده، ليه ما تعرفش؟ كده؟ كده بالدمبل؟ بالبار وبالدمبل أيوه. وبكل حاجه. ما انا بقول لك انا شفت فيديو في التسعينات للشحات مبروك، مع اني ما بحبوش يعني، بس شفته كان بيتكلم يقول لك العب مقلوب يجيب عالي. الناس قالت له انت مجنون يا حاج. هي الناس كلها لو ابتدوا يبصوا ان هو نمط حركه مش ان هو شكل معين، الامور هتبقى احسن بكتير. 70 يا ابني انا مصاب يا ابني. لا بس هلعب ال 50 باداء اللي هو عينك تقول يا لهوي. انا كابتن شادي وعدني ان انا عيني هتدمع من الاداء. الاداء ده هترتجف له الابدان. اتفضل. الصراحه من اول البيب لحد الطلعه لحد النزله. يا عيني يا عيني. اروع. هو ده الكلام يا باشا. ايزي. لا 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 لا. ركز. حلوه. انا شايف ان ار زيرو دلوقتي كده. ايوه. لا زيرو. كان فيها زيرو عشان ده دمبل. كان هيقف في الميد، كان هيقف. عارف لو ماشيين الشكل اللي بعده ملوش دعوه، بس الوزن بصراحه مزعلني منك يا باشا. عليك يلا بينا. يلا يا ادم. ايه وحات كام؟ لا قللها له واحده بس. لا بصراحه المره اللي فاتت انت لعبت ب 30، يعني اقل واحده كمان من هنا. خلاص نزلها له زي المره اللي فاتت. انا افتكرت النهارده في صحه ولا حاجه. يلا عالمي ان شاء الله يا ادم، عالمي 10 على 10 اقسم بالله. جميل. افتح لي بره شويه. جميل قوي ان شاء الله. الله اكبر. لا اسمع مني انا بقى. اهو قادر تودي. جبنا ال10 عدات خلاص كفايه. ازاي تتعامل مع عضله ضعيفه جينيا وانت مستني ان انا اقول لك حاجه زي كده في فلوج؟ دي عايزه فيديو وانا قاعد. دي اولويه، ده اللي اقدر اقوله لك لحد ما اشرح الموضوع يعني. بس شايف انها مش بالسهوله دي بصراحه، وما اقصدش حاجه والله، بس يعني لو في عضله فعلا عندك ضعيفه جينيا وانت فشلت ان انت تطورها، ممكن تشوف حد يساعدك في حاجه زي كده. مش بقول لك اشترك معايا، شوف كوتش يساعدك، اي كوتش. تعالى
روح لكابتن حسين اهو، الراجل عامل كرسي على منصه ينفع يا جدعان. ما انت اصلا خلي بالك هنا في التمرين ده انت مش محتاج تنزل لحد تحت خالص، فانت اول بس ما يبقى لحد هنا كده. لا انت انت رحت من غير ما تاخد بالك. لعب بنفس الوزن. ايوه اكيد، تفكرني اخفف. شوف بتاع كتر ما بتطلع وتنزل على ماشي. ايزي بس جامد. روح خلي بالك ما تنزلش بس جامد. فوق جامد جامد. هذا الكلام ايزي. وحش 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 وحش. مجموعة تخلي كتفك قد كده. والله العظيم ما حد جاهز اللي هيشوفوها يا جدعان. انا بشوف حصريات مبشرة، انا مش عارف ابص هنا ولا ايه. هخلص هنا وباقي. سيب امر زق كامل بقى، زق كامل. خلاص بس هي مجموعة واحدة. ايوه انا فاهم بس هي خلاص. يعني ايه نكتفون بقى؟ يعني عدى فوق طاقته، يعني حسين هو اللي بيلعب. يا جدعان انا ضحكت عليكم في حاجه. انا قلت لكم اصور التمرين كامله النهارده، وكنت عامل حساب ان انا اصور ست واقفل الكاميرا، اصور ست واقفل الكاميرا عشان الكاميرا ما تفصلش، ولكن الدردشه اللي قعدت ادردشها انا وبسام دي خلت الكاميرا تفصل اصلا. شحنت الكاميرا وبعدين رجعت دلوقتي هتفصل تاني وشحنتها وانا جاي. على العموم يا اخواتي ان شاء الله قريبا التمرين تنزل كامله، وكابتن ادم خلاص تمرين بوش داون اوفر هيد، واحنا لسه بصراحه تمرينتنا مطوله. بس هسيب الكاميرا تشحن بقى واكمل دردشه معاكم في بقول لك ايه، شفت التشيك ان بتاعي جوه؟ وقلت ما جاش تشيك ان هو بسام بس لايف بقى مش صور وكده. كتير يا جدعان، انتظر 1/5 حاجه رعب. انا حاسس الناس ممكن ما تصدقش اصلا، فاهم؟ هو يا لهوي يا لا هم كابتن مش شادي. هيصدقوا اصلا. انا اوريكم كابتن شادي لما مزاج رايق. طيب يا شباب خلصنا تمرين، وبصراحه انا مش مبسوط. ليه بقى؟ او انا مبسوط ومش مبسوط. انا مش مبسوط ان انا ما خدتش الفلوج التمرينه كامله، لان انا النهارده كنت في مود ان انا اصور لكم التمرينه كامله، ولكن انا نسيت اشحن الكاميرا. حصل خير يعني، بس انا اوقات كتير هي الكاميرا بتفصل عامه، ده طبيعي. ليه؟ لان احنا بنصور فلوجات طويله، يعني لما اعمل لك فلوج 50 دقيقه فاكيد مدته كانت تضاعف قبل ما يتقص. ولكن النهارده اول ما اخش الجيم الاقي الكاميرا اصلا 20%، فكانش المفروض ان انا اصور فلوج، ولكن حسين قال لي لا صور عادي ونشحنها شويه ونصور شويه. ده خلاني ما اعرفش اصور فلوج كامل. ولكن النهارده التمرين فعلا كان تركيز 100%، وانا بصراحه يوم عن التاني بركز اكتر الحمد لله يعني، ودي حاجه انا واخد بالي منها. ونبص بقى للجانب الحلو، انا قلت لكم دي حاجه زعلتني ان انا ما عرفتش اصور التمرين كلها، انا تقريبا ما صورتش حاجه، ولكن لا على فكره ما فاتكوش تمرين كتير، لا 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 انا صورت جزء كبير قوي. ولكن نبص للجانب الحلو، انا النهارده بصيت على نفسي بعد التمرين، وعلى فكره بقالي كتير قوي انا كشادي مش ببص على نفسي، بقالي كتير مش بنزل مثلا شيرتلس او تشيك ان او كده، ولكن حتى في البيت وكده لا لو مش مركز مع نفسي. ولكن النهارده دخلت اشوف تشيك ان، لا 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 لا, لا انا مبسوط عامه الحمد لله يعني، والتطور شديد. وبرده خلي بالكم احنا لسه بنتكلم لحد شهر 5. في بقى حاجه ما عجبتنيش، لقيت واحد كاتب في الاسك بيقول كابتن شادي في التحدي هيكون اكبر واحد. صلوا على النبي يا جماعه، احنا التحدي ده مش تحدي مع حد، يعني احنا كنت انا وبسام بنهزر في الفلوج بنقول مين هيكون معضل اكتر، ده هزار بيننا وبين بعض، ولكن ده مش تحدي بسام معضل اكتر لا شادي معضل، لا خالص. اي حد في الحياه بيتفرج على الفلوج، اي حد متابع التحدي ده ممكن يخش التحدي ده مع نفسه، انا داخله مع نفسي، واكيد كل واحد داخله مع نفسه. انت عايز تشوف فيرجن احسن من نفسك، انت مش بتنافس حد، انت بتنافس نفسك، فاهمني؟ انت نفسك اللي بتتفرج على الفلوج، خش 3 شهور كده 90 يوم بجد يا باشا، ما بص لبسك واسع، تمرين 100%، اكل 100%، تركيز 100%، وهتلاقي ان انت كان عندك بوتنشال او ان انت كان عندك امكانيه ان انت تروح في حته بعيده قوي، بس انت عمرك ما ركزت، ودي حاجه مهمه. بس يعني فهل كابتن شادي في شهر 5 هيكون معضل؟ هيكون معضل. هل هيكون فرق؟ هيكون فرق. هل هيكون اعلى؟ هو مش احسن من حد ولا حد احسن منه، الموضوع كله بينك وبين نفسك وبس كده. المهم خلينا كده ايه ندردش في شويه. واحد كاتب ربنا يحميك بجد يا ادم، بجد فعلا نموذج ما شاء الله، وانا بحبه يعني. طيب نرد على شويه اسئله من اللي اتسالت واحنا سايقين كده، طبعا ده غلط محدش يعمل زي يعني، بس الطريق طويل وعايزين نسلي نفسنا شويه. دي مشكله برضو ان انت تروح جيم بعيد، بس طالما جيم كويس خلاص هنقول ايه يعني، ما هو جيم كويس بصراحه. كابتن بودي مدلعنا. انا في ثانويه عامه وناوي اشترك ان شاء الله بعد الثانويه عشان حبيت
فلوجاتك وحسيت ان انت الكوتش اللي بدور عليه حبيبي فوق دماغي. هل ده تفكير صح ولا غلط، ولا ابدا معاك من دلوقتي؟ مش بقول لك كده عشان انت تشترك معايا، ولكن انا شايف ان انت في ثانويه عامه عادي تقدر ان انت تبدا كوتشنج لو مش هياثر عليك ماديا، ركز في دي. عادي ان انت تقدر تبدا كوتشنج، عادي ان انت تعمل فورمه وانت مركز في دراستك. يعني بصراحه بحس، مش عارف، بس انا بحس ان انت مش لازم توقف جيم وانت في ثانويه عامه، لا خالص. انا كشادي على فكره جبت مجموع كويس وكنت بذاكر وفي نفس الوقت كنت بنزل جيم. انا قعدت انزل جيم، انا الثانويه العامه بتاعتي كانت ايام الكورونا، فقعدت انزل جيم لحد ما جت الكورونا. وبعدين بعد 4 شهور كده، الكورونا كان في شهر 3، قعدت 3 شهور كده والجيمات فتحت، رجعت اتمرنت تاني. اقسم بالله ليله امتحان كنت بتمرن وجبت برضو يعني تقدير كويس او نتيجه كويسه. فانك تحصر فكره ان انت، على فكره انت الساعه ولا الساعتين اللي انت تقضيهم في الجيم انت ممكن تقضيهم سكرولنج. هي الفكره كلها تايم مانجمنت، انت هتقسم وقتك ازاي، هو ده الاهم بصراحه. فبالنسبه لي مش عشان تشترك معايا، ولكن لا عادي انت في ثانويه عامه تقدر. فلو عايز ارشح لك طبعا عادي تقدر تشترك وخليك تعمل فورمه جامده وانت في ثانويه عامه والدنيا سهله. يعني ازاي نبقى شادي؟ ان شاء الله تبقى احلى من شادي يا عم. ينفع واحد طبيعي يزيد 10 كيلو حتى لو فيهم نسبه دهون في 4 شهور؟ عادي. الحمد لله جبت GPA 3.9. مش تبعت لي جفت يا قدوه؟ حبيبي يا عمر انا عارف ان انت بتهزر، ولكن بجد يا جدعان خلي نجاحك ده، يعني مش عايز اقول كلام يعني يزعل، ولكن في الاول وفي الاخر ما تبقاش بتنجح عشان حاجه، مش عشان مثلا حد هيديك مكافاه، عشان حد هيديك جفت. عارف ان انت بتهزر والله، مش بتكلم عليك يا عمر، بتكلم عامه. دايما نجاحك ده لنفسك، يعني دايما انت جبت كذا فخليك عارف ان ده لنفسك. في الاول وفي الاخر مش هقول لك الكلمه اللي انا بقولها على طول ان ما حدش مهتم، ولكن ما حدش فارق له مصلحتك قدك بجد والله، غير امك مثلا. ليه دايما بحس ان مش بتطور مع ان اللي حواليا ملاحظين شويه؟ ده طبيعي عادي. مش هقول لك بادي ديسمورفيا، ولكن راعي ان انت بتشوف نفسك كل دقيقه، كل لحظه معدي من جنب المرايه بتبص، بتصور نفسك بتبص، بعد التمرين بتبص. فعينك على فكره، هو ده بقى هي دي الفكره، ان انت تكوتش نفسك دي مش سهله، ان انت تشوف تطورات نفسك دي مش سهله، ان انت تبقى تقعد تشوف الويك بوينتس عندك ومفيش حد عينه عليك دي مش سهله. يعني انا كشادي انا بكوتش نفسي وانتوا عارفين ده على فكره. في حته ان انت تكوتش نفسك دي مش سهله في حاجه، ان انت تطور من نفسك وتكون مركز مع نفسك، بتشوف التطور بتاعك، تشوف نقط ضعفك، محتاجه منك تركيز، محتاجه دايما تشيك انز بصور، لان انت عينيك مش هتفضل قاعده فاكره ان الاسبوع اللي فات كنت عامل ازاي. لا يا باشا، شوف ميزانك وشوف صورك وشوف مقاساتك وارجع قارن. خليك مهووس يعني بحاجه بالتطور بتاعك وبالمتغيرات بتاعتك البسيطه. هتلاقي ان انت لا، لو ركزت على نفسك هتلاقي ان انت عارف تشوف التطور بتاعك. ولكن بشكل عام ان انت ما تحسش بالتطور اللي حواليك بيقولوا لك، انا حاسس دي حاجه منطقيه جدا. لو اللي حواليك مش يعني من الاخر، لو اللي حواليك مش بيجاملوك، يعني كمان في اسئله بصراحه مش مفهومه. فريكوانسي اور فوليوم، يعني ايه علاقه ده بده؟ هما الاثنين مرتبطين ببعض. يعني انا هحدد الفريكوانسي ازاي؟ ولا انت تقصد، استنى انا فهمت سؤالك بس انت قلته بصيغه مش حلوه. انت تقصد ان انت تزق حجم تدريبي على حساب ان انت الفريكوانسي يكون قليل؟ لا بصراحه ما رشحش ده، انا ما رشحش ده تماما. انا احب يا باشا ان الفريكوانسي بتاعك يكون ايه؟ عالي. مرن العضله مرتين، مرن العضله 3، عايز تمرن العضله 4. ولكن اغلب الناس يعني السويت سبوت بتاعها من 2 ل3 في الاسبوع، وانا نفسي بفضل ده. مفيش اروق منك حبيبي يا عمر. اعمل ايه؟ انا لسه عندي جاينو بعد التنشيف. لو انت عندك جاينو ومتاكد ان هو جاينو مش شويه فاتس وكده، ففي الحاله دي الجيم مش هيخليه يروح. دي الحقيقه المره بصراحه. وبرده على حسب، انا ما شفتش صورتك فاهم. ايه رايك في ارنولد سبليت وايه عيوبها من وجهه نظرك؟ انا شايف ان هي سبليت كويسه جدا، ولكن عيوبها ان مش كل الناس هتعرف تلعب شيست وباك، او نسبه كبيره من الناس شفتها في كلاينتس كتير ان هي مش هتعرف تلعب شيست وباك. وخلي بالك الباي والتراي داخلين كسكندري ماسلز بشكل شديد، والكتف الامامي داخل في بريسات، والكتف الخلفي داخل في الرو. مش كل الناس تعرف تلعب يوم شيست وباك واليوم اللي بعده يلعب كتف ودراع بانتنستي عاليه. في ناس مش بتعرف تريكفر من ده، في ناس بيكون مش احسن حاجه بالنسبه لها. فانا بفضل ان انت لو هتلعب ارنولد سبليت، خلي بالكم يا جدعان دي معلومات بفلوس والله، دي بقى للكلاينتس بيجوا عشان ايه؟ ياخدوها يعني. انا بفضل ان انت لو تلعب ارنولد سبليت شيست وباك، بعدين ليجز، بعدين كتف ودراع، بعدين ريح، يبقى انت كده فصلت بين كل سيشن ابر والثانيه حوالي 24 ساعه. فدي هتكون كويسه في الحاله اللي زي دي. او ان انت برضو في اختيارات تمارينك، اصل ليها على فكره حته كمان بروجرام ديزاين، او ان انت تعمل ورك اوت بلان. اقسم بالله ما بالسهوله دي. الناس فاكره لو انا عارف الحركه دي بتعمل ادكشن وبتعمل شولدر فليكشن يبقى نحط شكل عالي شكل فات يلا خلاص. لا، هي مش ماشيه كده. المهم يعني عشان ما اسحلكوش في كلام كتير، ممكن برضو وانت بتلعب شيست وباك وعايز تحط وراهم شولدرز وارمز، ركز ان انت ما يبقاش في اختيارات تمارين كتير قوي بتشغل مثلا الترايسبس او البايسبس، او بتعمل فيها مثلا البو فليكشن او اكستنشن بشكل كبير. بمعنى ممكن تبدا تدخل تمارين زي الشيست فلاي اكتر بشكل اكبر لو انت تاني يوم هتلعب دراع. ممكن تدخل تمارين زي البول اوفر لو انت هتلعب تاني يوم دراع. فكل دي حاجات مهمه، يعني ان انت تبدا تقلل الشغل على الدراع شويه، وكذلك برضو في الفوليوم بتاعك تبقى مراعي ان انت تاني يوم هتلعب كتف ودراع. فهي ليها حسبه طويله. يعني انت ممكن عادي العبك كتف، في كلاينتس معايا بلعبها كتف ودراع لزق في الشيست وباك، ولكن اختيارات التمارين اليوم اللي قبله بتفرق، الحجم التدريبي بيفرق، كمان في حاجات كتير بتفرق. يعني ما فكرتش بالجواز يا كوتش؟ ساعات في اسئله مش بفهمها بجد والله، ساعات في اسئله مش بفهمها. يعني ما اي انسان في الحياه اكيد الجواز بيبقى يعني بيجي في باله،
اكيد مثلا فورمه بتيجي في باله، اكيد مثلا يعني كل حاجه من المفروض ان هي انت تمر بيها في حياتك هتيجي في بالك، ولكن في حاجات ده بيبقى سبحان الله كده ايه رزقك في الحياه، فكل حاجه بتيجي بوقتها. الحاجات دي ما ينفعش ان انت تفورس حاجه زي كده، او ان انت تضغط على نفسك ان انت انا هتجوز فانا خلاص انا بدور على يبقى انا هتجوز دلوقتي. لا، انا بحس ان الحاجات دي لازم تيجي كده ايه بشكل ناتشرال قوي او بشكل طبيعي قوي. انت عادي ركز في حياتك، اسعى كون نفسك وتبقى جاهز، وهتلاقي ان الموضوع ده جالك، وايا كان هيجي امتى بقى فما تشغلش بالك يعني. ومش كل النجاح في الحياه جواز يعني بصراحه الجواز حاجه مهمه جدا بصراحه، وهتفرق معاك من ناحيه استقرار، من ناحيه ان انت بالك اروق. ولكن قبل ما تفكر في حاجه زي كده، هل انت قادر، مش بتكلم على شادي بقى، انا بتكلم كفلوج يعني، اي حد عامه بيفكر في خطوه الجواز قبل ما تفكر ان انت بتدور على بارتنر او على الشخص اللي انت عايز تكمل حياتك معاه، فكر بقى هل انت دلوقتي قادر ان انت تشيل مسؤوليه حد؟ هل انت قادر توفر حياه كريمه او حياه نوعا ما كويسه او احلى للشخص اللي هيجي يعيش معاك؟ يعني كل دي حاجات مهمه. يعني هو الجواز مش على قد ان احنا نتبسط وانتوا فاهميني، لا، الجواز فيه حاجات كتير قوي اهم يعني بصراحه. كون نفسك، اقف على رجلك، اتاكد ان انت فعلا قادر ان انت ماديا تتجوز. وبرده حاجه تانية عايز اتكلم فيها، الموضوع مش ماديا بس، ان انت كمان قادر تشيل مسؤوليه. انا ممكن يكون معايا فلوس بس انا حاليا لا، انا ما عنديش مش قادر اشيل مسؤوليه حد، وما عنديش برضو العقليه، او بلاش نقول العقليه، ما عنديش الشخصيه، معلش بقى نقولها بشكل صريح، ما عنديش الشخصيه اللي تخلي حد يعتمد عليا واكون بيت. فهو الموضوع مش فكره يلا انت عايز تتجوز ما فكرتش في الجواز، طب ما يلا شوفوا لنا عروسه ما بتمشيش كده يعني. عشان نرد على السؤال بقى، انا كده كنت بكلمكم في الجواز يعني عامه. هل كابتن شادي ما فكرش في الجواز؟ لا، اكيد فكر يعني، ان شاء الله يمكن قريب كده نفرحكم، ولا يمكن مهما قعدت احاول افصل حياتي الشخصيه عن الفلوجات، انتوا غصب عنكم بتخلوني كده ايه اقعد ادردش في حاجات مش المفروض ان احنا ندردش فيها. وقت التمرين في رمضان اي وقت بعد الفطار، لو انت تعرف تفطر على حاجه بسيطه واسمه وتبدا تمرين ده ممتاز. لو مش هتقدر او مش هتعرف خلاص بقى بعد التراويح بقى، بس ممكن بقى قبل السحور، يعني في مواعيد كتير، بس المهم انا افضل بصراحه انه يكون بعد الفطار. انا عامه قربت اقفل خلاص الفلوج كده والكاميرا كام؟ الكاميرا 10%، ماشي. بس خلينا ناخد سؤالين بصراحه يا جدعان، الاسئله كتير قوي، انا حاولت والله ارد على قد ما اقدر، وان شاء الله كل مره هتلاقوني رديت على حبه يعني. حلو السؤال ده يكون سؤال جميل وسؤال بيرسونال نوعا ما، فالناس بتحب ده، الناس بتحب برضو يعني ايه الاسئله كابتن شادي بيتكلم فيها يعني عن حاجات مر بيها او عن حياته او كده. فبصراحه ده يكون السؤال اللي هنقفل بيه، واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. وقبل اي حاجه بجد بفكركم ان حاليا في اوفر في الكوتشنج، نصيحه اخويه الحقوا. بس واحد بيقول مراحل تطور جسم كابتن شادي، ده سؤال مهم جدا جدا جدا. يمكن انا ما بحبش اقعد اتكلم انا بتمرن من امتى وايه اللي عديت بيه وايه المراحل اللي انا مريت بيها، ولكن ده كلام يمكن يكون اول مره اتكلم فيه. كابتن شادي بدا جيم 2018. هتقول لي ايه ده بقالك 8 سنين بتتمرن نهائي؟ ما اصلا ما انت هتفهم بقى دلوقتي القصه. انا ما بقاليش 8 سنين بتمرن خالص، انا بدات جيم 2018، كان اخويا الكبير فورمه، طبعا فورمه ما شاء الله يعني، فاللي هو يلا يا ابني ننزل الجيم ومش عارف ايه وبتاع. انا الجيم كان تقيل على قلبي لحد ما واحده ابتديت احبه في 2018 لحد 2020 بقالي سنتين بتمرن. الحمد لله في وقتها انا كنت عامل فورمه مرعبه بالنسبه لسنتين تمرين، ومش بشكل احسن حاجه، لا اوبتيمال من ناحيه اختيارات التمارين، ولا كنت عامل دايت، وكنت باكل من اكل امي، وكنت عامل فورمه فعلا جميله. انا بقول لك جميله، فان انا في سنتين قدرت ان انا اعمل فورمه جميله، فالحمد لله نوعا ما جيناتي حلوه. انا ما بحبش اقول كده بس انا عارف ده ان جيناتي فعلا كويسه. فحد في سنتين يخش الجيم يلا نلوش كده ويبقى عامل عضل، دي حاجه حلوه، ولكن الحلو ما بيكملش. جت 2020 جت الكورونا، وبعد الكورونا رجعت اتمرن شهرين، وبعدين كان في فتره في حياتي هي لخبطه، خلينا نقول لخبطه وخلاص، خلتني ابعد عن التمرين حوالي 3 سنين. 3 سنين دول انا رجعت اقسم بالله ولا كاني دخلت جيم. ما تقوليش بقى مثلا ميموري ولا تقول لي اي زفت على دماغك، انا رجعت تقريبا ولا كاني شلت حديد قبل كده في حياتي. وعلى فكره كان في منهم كذا سنه انا شغال في جيم، شغال كوتش اون فلور يعني او اون جراوند، وفي نفس الوقت ما كنتش بتمرن. هي الفتره دي كان ايا كان يعني الفتره دي كانت لخبطه كتيره. فعقبال ما رجعت اتمرن تاني، رجعت اتمرن 2023، يبقى انا كده اتمرنت سنتين، ريحت 3 سنين. ده ملهاش دعوه كشادي ككوتش لا انا شغال من بدري قوي، لا انا بتكلم كشادي تمرين بقى. اتمرنت سنتين، بعدين جت الكورونا، بعدين اتمرنت شهرين باين ولا 3 شهور، وبعدين بقى سبت الجيم ونسيته تقريبا سنتين 3، ورجعت تمرين في 2023 بالظبط في 2023. وساعتها كنت شغال كوتش في جيم. قعدت اتمرن واحاول التزم بالتمرين، واحاول ان انا اقولها ازاي اكون فيرجن جديد، ولكن كنت ساحل نفسي قوي 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 في حته الشغل، لان انا كان ساعتها دي فتره انتقاليه في حياتي، ان انا لا انا هبقى انسان تاني، انا هبقى ناجح، انا هبقى كذا ايا كان يعني. فساعتها بجد انا كنت بشتغل والله بتوصل بال 14 ساعه و16 ساعه شغل، شفتي 8 ساعات، وباخد كمان كلاينتس بتجيلي قبل شفتي، وبقعد كمان اوفر تايم. فانا بجد كنت بفضل وبقفل في اليوم 25000 ستيب انا شغال في الجيم،
والجيم بقى فيه ادوار واطلع وانزل واطلع وانزل. فانا ساعتها كنت بتمرن ولكن انا ما كنتش لاحق اكل، والله كان بيعدي عليا 10 ساعات ما باكلش. فانا مش شايف ان انا اتطورت في الفتره دي، ولكن انا ما خسرتش عضله، انا كنت ناشف، حد ناشف قوي، بس حد شكله اقول لك ايه فورمه لعيب كوره مثلا. قعدت كده مثلا لحد ما سبت الجيم، خدت خطوه ان انا اسيب الجيم، وانا الحمد لله كنت برضه في الجيم شاطر ككوتش يعني، وكنت ببقى بيست سيلر وكانت الدنيا ماشيه معايا حلوه. ولكن في الاول وفي الاخر انت ليك سقف، ليك سقف ماديا، يعني بتكلم ماديا، انت ليك سقف حاجه من الاثنين، يا اما انت هتكون راضي بيه وخلاص بقى يجي لك تشبع مادي، يا اما دايما يكون عندك طموح اللي هو لا انا في احسن وفي اجمل وفي كذا فانا حسيت لحظه كده اللي هو طب ما انا جبت اخرها، بس جبت اخرها في الجيم مش جبت اخرها عامه، عشان ما بحبش التفكير بتاع جبت اخرها عامه ده، لا كل ما تحس كده هتلاقي في اللي انجح منك عادي. بس في الجيم اللي انا فيه او عامه كل الجيمات، لا انا عارف ان السالري اللي شادي بياخده او اللي قدر يوصل له من البي تي، عشان بس الناس اللي بتقول الشغل في الجيمات ما فيهوش فلوس، هو ما فيهوش فلوس لو انت مش شاطر، لو انت شاطر لا تعرف تعمل منه فلوس، بس برضه ليك سقف. لا انا حسيت لا انا قادر ان انا يخش لي دخل اكتر من كده، وانا كنت صغير على فكره في السن، بس ده ملوش علاقه، لا انا كان عندي فيجن كده اللي هو شادي هيكون احسن من كده. قعدت فتره كده كبيره محتار ابدا اونلاين ولا لا. ما انا لو بدات اونلاين مش شرط ان انا، ودي برضو حاجه مهمه تخلي بالكم منها، مش شرط ان انت ككوتش شاطر في الفلور تبقى كوتش شاطر اونلاين، دي قصه ودي قصه ثانيه. فقعدت كده فتره طب ابدا اونلاين ما ابداش اونلاين، ابدا اونلاين ما ابداش اونلاين، لحد ما في حد قال لي كلمه جميله قوي، قال لي عشان تبدا، ودي برضو لاي حد شغال في الجيم، قبل ما تاخد قرار ان انا هسيب الجيم ككوتش واشتغل اونلاين كوتش، ابدا الاونلاين كوتشنج بتاعك وافضل مستمر لحد ما الاونلاين كوتشنج يكون بيجيب لك دبل، يا عم بلاش دبل، بلاش، انا اسف هو اللي اداني النصيحه ساعتها قال لي دبل، بلاش دبل، يديك نفس اللي الجيم بيديهولك ولكن كل شهر لمده طويله. بمعنى لو انت مثلا الجيم بتاخد منه مرتب 5000 جنيه، اشتغل اونلاين لحد ما الاونلاين يكون بيجيب لك 5000 جنيه لمده 6 شهور، يعني الموضوع يكون كونسيستنت، وفي نفس الوقت يكون الدخل خلاص انت ابتديت تتاكد ان هو ستيبل، خلاص انا 5000 جنيه دول بيقول لي لمده 6 شهور، يعني خلاص انا ده دخل بقى ثابت عندي. في الحاله اللي زي دي ممكن تبدا تسيب الجيم وتركز في الاونلاين اكتر وتجيب منه فلوس اكتر، فاهمني؟ فحد نصحني، ولكن هو نصحني نصيحه بصراحه كتر خيره، قال لي الدبل. فانا كان بالنسبه لي اللي هو دبل في وقت برضو، لا انا عارف ان الارقام اللي انا طبعا ما بحبش اتكلم في ارقام يعني، بس الدبل ده كان بالنسبه لي اللي هو يا لهوي دي تتعمل ازاي دي، واتعملت. فلما لقيت اتعملت ولمده شهور طويله قلت لا خلاص انا ايه اللي يخليني افضل قاعد في جيم، فابتديت اشتغل اونلاين. ولكن لما ابتديت اشتغل اونلاين انا كنت اغلب شغلي او الداتا بتاعتي كلها عن طريق عملاء كتير قوي كانوا مشتركين معايا في الجيمات وكده، فما كنتش مهتم بحته الكونتنت، ودي برده حاجه مهمه، ده يقول لك ليه كابتن شادي اهتم بالكونتنت متاخر. ما كنتش مهتم بحته الكونتنت لان انا كنت شايف ان انا جات لي فتره كده انا مكتفي وزياده، ودي غلطه يا جدعان ما حدش يقع فيها. اوعى مهما كان انت وصلت لاي نجاح في حياتك تقول يا عم ده انا في سني وبعمل كذا وغيري بيعمل كذا، اوعى تحسبها كده، اوعى تحسبها كده، ده اول طريق فشل، اقسم بالله ده اول طريق فشل. فقعدت فتره بقى حاسس اللي هو لا الدنيا معايا كويسه قوي، يا عم انت عارف انت عندك كام سنه وبتاع، الكلام ده غلط يعني، لحد بقى ما واحده واحده الاونلاين كوتشنج ابتدى يكبر يكبر يكبر. ولكن انا برضه عشان هي نفس المايند سيت بتاعتي، لا انا مش عايز اكتفي بده، انا عايز اسكيل، انا عايز اكبر اكتر واكتر. فابتديت احس اللي هو لا الكونتنت ما ينفعش يتعامل برفاهيه، انا طول حياتي اصلا في الكونتنت مش ملتزم، وبتعامل مع الكونتنت ده انه رفاهيه، اللي هو يلا يا عم ننزل فيديو ما نزلناش مش نهايه الدنيا. وعلى فكره لسه بادئ ابقى كونسيستنت في الكونتنت، ما كملتش سنه مثلا، لحد ما حسيت اللي هو لا انت شادي عايز تسكيل في حته معينه مش هتيجي غير بالكونتنت، يبقى لازم تتعامل مع الكونتنت انه شغل. فبقيت خلاص بقى اللي هو لا انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، والموضوع ابتدى يعني ان هو يبقى ايه شغل. في حاجه بس انا سقطتها من كل الحكاوي دي عشان برضو احنا طولنا قوي، وبرضه قولوا لي لو بتحبوا فقره العربيه دي نخليها ثابته على طول وانا راجع من الجيم نقعد ندردش. انا ما كملتش بقيت بقى تطورات جسمي، فلما سبت الجيم سبت الجيم امتى بصراحه مش فاكر، بس تقريبا 2024 انا حاسس كده دي بقى بصراحه واقعه من الذاكره، يعني مش عارف ما هل مثلا اخر 2023 ولا نص 24، ولكن هو لا اخر 23 شهر 11 كده في 2023 سبت الجيم وابتديت بقى اركز في تمريني وفي اكلي. فبرضه حصل طفره، انا شايفها طفره بالنسبه لسنتين تمرين من 2024 اول 24 لاول 2026 اللي هو احنا فيها، بالنسبه لسنتين التطور اللي حصل لا كبير الحمد لله كبير، منها التزام مني، منها تمرين كويس مني. انا لا ما اقصدش حاجه مش بفليكس، بس انا عارف ان انا ككابتن شادي عارف انا بعمل ايه، عارف انا هروح فين، الحمد لله دي حته مساعداني ان انا فاهم انا بعمل ايه، وجنب اكلي اللي انا تقريبا شبه طول السنه ملتزم بيه. ففي خلال سنتين وصلت لحته جميله جدا، ولكن اقسم بالله ده ولا اي حاجه بالنسبه اللي جاي يا جدعان. ربنا يكملها على خير، يعني انا بهزر، بس ان شاء الله برضه انا متاكد ان شادي كمان سنتين مش هيكون في نفس الحته اللي هو فيها، لا كجسم ولا كعضل ولا كنجاح ولا يعني
بحبكم يا اخواتي. الحمد لله انا راضي جدا بالنسبه للتطور اللي انا عملته من اول 2024 لاول 26، ولكن بالنسبه للتطور اللي جاي السنتين الجايين ان شاء الله لا ده يكون ولا حاجه. وانتوا كده كده معانا وهتشوفوا، هخلي الناس توصل بيها ان هي ترجع. الناس دلوقتي بترجع لفلوجات من 3 شهور يقولوا لي ايه اللي حصل. انا بقى اخليهم يرجعوا لفلوجات من سنه وسنتين يقولوا لا ده جنان رسمي، ده جنان رسمي. بس يا شباب طبعا احنا لسه ما وصلناش، بس خلاص يعني قربنا. طولت عليكم، ولكن بصراحه كان في كلام كتير وكلام مهم. لو انت كوتش فلور برضه وتفكر تاخد الخطوه، حاسس ان شاركتك شويه من الاكسبيرينس بتاعتي، فما تستعجلش وما تفتكرش دايما ان الاونلاين هو الاحسن ولا ان الفلور هو الاحسن. انت حاسبها كل واحد. يا لهوي انا عندي ميتنج حالا، اوف. يلا السلام عليكم.